امراض القلب بصفه عامه هقول يعني هتكلم فيها شقين، جزء اللي هو خاص بالكبار وجزء خاص بالاطفال. الكبار طبعا اللي خليها منتشره احنا يعني للأسف عندنا العادات الغذائية، العادات الصحية، الرياضة. يمكن دلوقتي الحمد لله الأجيال الأحدث بقى في استثمار في الرياضة، استثمار في الناس بتحافظ على صحتها، فده بيقلل البردن ده. إنما إذا أنت ما فيش يعني وعي من ناحية التغذية، وعي من ناحية الرياضة، وكمان مثلا تضيف عليها بعض العوامل او المخاطر زي التدخين او الحاجات بقى الجينيه او الوراثيه، ان حد هو في تاريخ عيلته عنده عرضه اكتر للقصه دي، فده بيخلي المرض نسبته اعلى. العيوب الخلقيه وضعها مختلف شويه، يعني العيوب الخلقيه فيها عوامل متعدده تدخل في اسبابها. نسبها ما زالت يعني تبان انها منتشره عشان بقى في وعي عند الناس. هي الأول كانت بتحصل بس عشان ما بتتشخصش، فالطفل ممكن يعني لا قدر الله يبقى يتأثر، يحصل له حاجة ما حدش فاهم ايه اللي حصل له، لأن مفيش تشخيص أو مفيش تشخيص أصلا من بدري، ولا في تشخيص قبل الولادة ولا تشخيص بعد الولادة كويس، فكان يبان انه ايه ده، مفيش حاجة اسمها أمراض عيوب خلقية. لما بدأت الناس تعرف التشخيصات، وسائل التشخيص اتحسنت واتطورت، فخلى يبان ايه ده الموضوع بقى منتشر.